السلام عليكم. رد فعل لا يصدق من الإعلامي السعودي وليد الفراج بعد فوز الأهلي على بيراميدز في قمة الدوري، ويسخر من الزمالك ولاعبي بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ ياريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي في قمة الدوري على بيراميدز، ليواصل الأهلي انتصارات متتالية للرقم 13 ماتش على التوالي بيفوز بيها الأهلي، بينما أوقف سلسلة انتصارات بيراميدز التي توقفت عند ال 14 مباراة. فقد تفاعل الإعلامي السعودي وليد الفراج مع فوز النادي الأهلي، وأدلى تصريحات عبر برنامجه أكشن يا دوري، وقال: أنا بفتخر إني أهلاوي والحمد لله على نعمة النادي الأهلي. هو ده الأهلي اللي احنا نعرفه، بيفرم ويدوس أي حد يقف قدامه. الأهلي واصل انتصاراته المتتالية رقم 13 مباراة على التوالي، وأوقف سلسلة انتصارات بيراميدز اللي كان بيتغنى بها الإعلام المصري، واللي وصلت ل 14 مباراة على التوالي. والإعلام المصري وخاصة الإعلام الزملكاوي أوهموا لاعبي بيراميدز وإدارته طبعا إنهم فازوا وتوجوا كمان بالدوري على حساب النادي الأهلي، وما يعرفوش إن المستحيل مش أهلاوي ولا إيه. انتم فاكرين الأهلي المصري اما جه لاعب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية كان جايب التشكيلة الاحتياطية، وطبعا رزع الهلال 4 في الإمارات، وجاي الإعلامي الزملكاوي بعد كل ده يقولك بيراميدز هيفوز على حساب الأهلي بالدوري؟ انسوا كلكم. الظاهر الإعلامي الزملكاوي لسه ما تعلمش من اللي بيعملوا فيه النادي الأهلي. ده الزمالك انسحب واترعب من النادي الأهلي واهداله احلى 3 نقاط السنه دي. يعني احنا يا اهلاويه لو توجنا بالدوري ده ان شاء الله، وده هيحصل، هنسميه دوري حسين لبيب عشان نبقى ذكرى سودة في تاريخهم. الاهلي وصل للنقط طبعا وصل للنقطة 60 وعنده 3 ماتشات متأجلين، يعني لو فاز بيهم الأهلي هيبقى فارق عن بيراميدز ب4 نقط، ولسه له ماتش جاي مع بيراميدز برضه تقريبا هيبقى يوم 22، واللي أكيد بيراهن عليه على النادي الأهلي دايما وهيبقى كسبان. واللي يراهن دايما على الأهلي اكيد مش هيبقى مبسوط يا ميدو. روح اشرب لك كاس ولا اي حاجه وروح كمل تشجيع في بيراميدز. بيراميدز ايه اللي هيفوز على الاهلي؟ اظن ان ميدو النهارده هيجيله صدمه كبيره هو والزملكاويه، ومش هيجيلهم نوم كالعاده، وهيجيلهم صداع وكوابيس من اللي بيعملوا فيهم النادي الاهلي. وانا بقول للاهلاويه انا بحبكم والف مبروك لينا يا اهلاويه على الفوز التاريخي النهارده على بيراميدز، ودايما ربنا ما يقطعش لينا عادة، ودايما يكون